سلام البنات، مرحبا بكم معايا في مطبخ احسن ما جربت. اليوم ان شاء الله باش نقسم معكم وصفه طبق رئيسي بزاف بنين. دجاج محمر بالزيتون والبطاطا كما راكم تشوفوا، يجي يذوب في الفم، يجي طايب زبده بدون ولا قطره تاع ما. قدمته انا بهذه الطريقه مع هكا اون بول تاع رز. ثاني هذه الوصفه تاع رز انا حطيتها لكم في القناه بامال دو فوا. جات البطاطا ذايبه، الزبده، جا الدجاج ثاني بزاف بنين وطري ماشي كامل ناشف. الى عجبكم لا فيديو البنات ما تبخلوش عليا لي جيم والبارطاج. ما نطولوش بزاف في الهضره، روحوا نديروه كيف كيف. هنا اول حاجه في وعاء حطيت قطع تاع دجاج. بون نتوما هنا ديروا على حسب عدد الافراد العائله تاعكم، ماكمش مجبرين باستعمال الكويس. ديروا الجناحتين، ديروا اي قطع عندكم. نتبلوهم شويه ملح، شويه فلفل كحل، شويه سكنجبير، شويه تاع الكركم هاوليك. نزيدوا لهم كميه تاع القرفه هايليك. هاد القرفه حطي له واحد البنه ما نحكي لكمش. نزيدوا له هنا شويه تاع ثوم بودره، ونزيدوا له شويه تاع الزعتر ولا زعتره. زدت له هنا درت فقط فص تاع ثوم باسكو انا ما كانش عندي الثوم بزاف، سي درت معاه ثوم بودره. الا كان عندكم نتوما ثوم كميه مليحه ديروا فقط الثوم هكا تاع الحب. شويه معدنوس مقطع رقيق. زدت له عصره تاع ليمون ومغرف صغيره تاع لاموطارد هايليك. كاين ثاني مكون سحري يعطيله بنه بزاف هايله، هو المزهر كما شفتوه. درت مغرف كبيره تاع المزهر. ضفت عليه هنا في هذه الكميه تاع الدجاج، ضفت لها انا حوالي 3 مغارف كبار تاع الزيت. هذا واش درت له. هنا لازم البنات تخلطوا بيديكم، يعني راكم مجبرين باستعمال اليدين. خلطوهم مليح، حاولوا هذاك الدجاج تغمدوه مليح في هذوك التوابل حتى تحسوا باللي يعني الدجاج تاعكم صايي شرب لكم مليح هذوك التوابل تاع الثوم وتاع المعدنوس تاع هذوك التوابل كامل، القرفه، الفلفل. المهم حاولوا تخلطوهم مليح. هنا بعد ما خلطتهم انا حاولت نخلوه هنا قيس ما خليتهم يريحوا يجوكم بزاف بنانه طرايه. انا واش درت غطيتهم وخليتهم في الفريجر. انا صراحه خليتهم فقط نص ساعه. نتوما اللي عندها الوقت تخليهم يريحوا بلوس اكثر من نص ساعه، ساعه، ساعتين، المهم قيس ما خليتيهم يزيدوا يشربوا بزاف توابل ويجوكم بزاف بنان. نجيبوا هكا الصحن اللي راح نطيبوا فيه القالب اللي نطيبوا فيه اللي يدخل الفرن. سكرفشت فيه حبة تاع بصل، كان الحجم نتاعها متوسط كما كنتوا تشوفوا. ونحاولوا نمشوها كامل على القالب تاعنا، يعني السطح تاع القالب تاعنا. هنا حاولوا ديروا القالب يكون شويه كبير بارابور لي باغ تاع الدجاج، يعني باش تخلوا فيه بلاصه كما شفتوني انا بريزونتيتو مع البطاطا. باش تخلوا البلاصه اللي تحطوا البطاطا. دوك تكملوا الفيديو تفهموني مليح. حط طبقه كامله تاع داك البصل كما كنتوا تشوفوا، طبقه مليحه. عاودت وليت الدجاج تاعي هاو اللي قلت لكم انا للامانه خليته فقط نص ساعه. نحكموا هذوك لي باغ ونحاولوا نستفوهم فوق هذاك البصل. هاوليك نحطوهم كامل. قلت لكم استعملوا القطعه تاع الدجاج اللي متواجده عندكم عادي، والكميه على حسب افراد تاع العائله تاعكم. حطيتهم كامل بهذه الطريقه. شوفوا لهنا هذيك هنا هامليك. ومن بعد هذيك الكميه تاع الصلصه الصغيره اللي قعدت لي هايليك. واش درت لها انا عاودت كامل لميتها هكا وحطيت فيها فقط 2 حبات تاع بطاطا، كان الحجم تاعهم متوسط هاوليك. شوفوا كيفاش قطعتها، ماشي رقيقه كما تاع لي فخيت وماشي خشينه بزاف كما تاع الجواز، يعني كما البطه اللي نحمروها الحجم تاعها. هاوليك وريت لكم السمك تاعها. انا كيفاش قطعتها الحبه على 2 ومن بعد كل نص على 4 ان شاء الله تكونوا فهمتوني. خلطتها مليح في هذيك التتبيله اللي كنت محضرتها تاع الدجاج. ومن بعد نحكموها ونستفوها كامل في البلاط تاعنا. حاولوا تحطوها في القاع. على قلت لكم الساعه حاولوا تستعملوا قالب يكون شويه كبير باش كي تحطوا الدجاج تخلوا يعني بلاصه وين تستفوا هذيك البطاطا. واكيد البطاطا ثاني ديروا الكميه على حسب افراد العائله تاعكم. انا درت فقط 2 حبات يعني على حسب العائله تاعي. حطيتها كامل كما كنت تلاحظوا. ومن بعد زدت لها حبيبه تاع زيتون بدون نواه اكيد. هامليك يعني حطيتهم من الفوق ثاني. ما درت لهم لا تتبيله لا والو، كما نعرفوا الزيتون يعني اصلا هو فيه ملوحيه وزيت يطيب مع الدجاج ومع البطه، يعني حيشرب لنا لاصوص تاعهم. وفي الاخير حكمت هكا قطعه تاع زبده وحطيتها بشكل عشوائي هكا فوق الدجاج فوق البطاطا، يعني هذيك الزبده في التحمر تعطينا بنه بزاف هايله. يعني ما حطيتش كميه كبيره، فقط قطعه صغيره كما كنت تلاحظوا فيها. وهاوليك القالب تاعي راهو واجد، يعني الوجبه راهي واجده سهله تحضروها، يعني ضربه واحده تحطوها في الفوق وانتم تهنيتوا من الفطور ولا من العشاء. حكمت الالومنيوم وغطيت القالب تاعي. اللي عندكم يعني البلا بالغلاق غطوه بالغلاق. هنا على بالي حتقولوا لي علاه استعملتي الالومنيوم ماشي صحي. كون درتي بابي بيور يعني هو الاول. انا القالب تاعي غابي لا روماركيتو، يعني الالومنيوم ما تشريش كامل الدجاج، ما تشريش كامل الماكله تاعي، الماكله كانت لتحتها والالومنيوم غطيت فقط من الفوق.
هنا دخلته للفوغ. انا الفوغ تاعي كنت شعلته على 200 درجه. في الاول حطيته على 200 درجه حوالي ربع ساعه، ومن بعد نقصت له على 180 درجه وخليته ساعه وربع. نحاول نقولوا ديك التتبيله اللي بقات لي كميه صغيره فقط كي نحيت البطاطا. واش درت لها؟ درت لها شويه تاع فلفل عكري كما كنت لاحظوا، وزدت لها حوالي مغرفه كبيره تاع زيت. هذا واش درت لها، خلطتها هكا مليح ونحطها بجهه ونخلوها في الاخير نحمروا بها هذاك الدجاج من الفوق. يعني كملوا معايا لا فيديو حتى الاخير باش تتحصلوا على نتيجه جد مرضيه. وصراحه هذا الطبق جا بزاف بنين، نتمنى كامل تجربوه وتستمتعوا به. هنا بعد مرور ساعة وربع بالتمام، ساعة وربع، عاود جبت القلب تاعي من الفوق وانا حنشوف النتيجة معاكم. يعني نحل فيه قدامكم، شوفوا راهو عاد يفور. شوفوا هذاك البصل اللي يعطينا واحد لاصوص ثقيله وبنينه من تحتها. جيت نتاستي هكا بالموس باش نشوف اسكو البطاطا طابت لي، اسكو الدجاج طاب. هنا راه كل حاجه طايبه زبده، كل حاجه طاب ساعه وربع طاب لي هذاك البلا. هذيك التتبيله اللي وجدناها كيف مع الفلفل العكري اللي شفتوني درته لها، نحكموها كابانسو ونحاولوا ندهنوا كامل السطح تاع الدجاج تاعنا من الفوق باش كي نعاودو نقلبوه للفوق يتحمر لنا ويعطينا منظر بزاف بنين ويشهي. شوفوا كيفاش درت، دهنت كامل القطعه تاع الدجاج، يعني كميه صغيره فقط. راني وريت لكم ديك الكميه درتها كامل من الفوق، دهنت كامل بها هذاك الدجاج. هنا عاود رجعته للفوق على 180 درجه، لكن في هذه المرحله اشعلت له فقط من الفوق. يعني حبيت انا برك نحمر القطع تاع الدجاج لخاطرش راهو كلش طايب، البطاطا طابت زبده والدجاج طايب لي زبده. شوفوني اني شعلت له فقط من الفوق، خليته لهنا ربع ساعه. يعني الطبق تاعنا ككل يستغلنا في الفوق ساعه ونص. نتي راكي وجدتي الماكله تاعك، يعني حطيها في الفوق وروحي قضي صباحك وخليها ساعه ونص راكي واجده. هاي اللي كان بعد ربع ساعه بعد ما فاتت عاودت نحيته وشوفوا كيفاش تحمر لي، جا يعني صراحه يشهي. في الاخر كما اعتدتوا عليا، نحب دائما لي بلا تاوعي ندير لهم هكا شويه تاع معدنوس خضر الله من الفوق، يعني باش يكاسي لي لاكولور تاع البلا ويعطيني منظر يشهي. شوفوا لي بنات الطبق تاع اليوم، دجاج محمر ما شاء الله، بطاطا طايبه زبده ومحمره في الفوق مع الزيتون، يعني كلش بنين في بنين. ان شاء الله يا ربي تكون نالت اعجابكم الوصفه تاع اليوم. حتى هذه الوصفه تقدروا تخبوها لرمضان، يعني حتحتاجوها بزاف في اطباقكم الرئيسيه. وكما شفتوني قلت لكم انا قدمته بهذه الطريقه، حبيت فقط نعطيكم يعني فكره في التقديم. بطاطا هكا تكوتي مع الدجاج مع ذاك الروز يجي فريمون هايل. بلا ما نوصيكم البنات، الى عجبتكم الوصفه تاع اليوم اتهلاو فيا بليجام والبارطاج في قناتي على اليوتيوب. ردوا بالكم من الصفحات المخرجه تاع الفيسبوك. الى عندكم اي تساؤلات مرحبا بكم عندي في الانستغرام. نتلاقاو ان شاء الله في وصفات جايه. تهلاو لي بزاف في رواحكم. سلام.